السلام عليكم، معاكم دكتور صيدلي محمد عبد المطلب، واهلا بكم في قناتي اللي بنتكلم فيها عن معلومات طبيه بصوره مبسطه تساعدكم على الاهتمام بصحتكم. اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده على ان الاهتمام بالصحه بيكون عن طريق الاهتمام بالاكل الصحي، شرب الميه والحركه والنوم، ولو لا قدر الله وحسيت باي تعب هنا بيجي دور العلاج، وده عنوان حلقتنا. العلاج كفكره موجود منذ بدء الخليقه، وكان موجود في صوره بدائيه عن طريق ان احنا بنجيب الاعشاب وبنطحنها وبنغليها وبنشربها، او ممكن نستخدمها في صورتها زي ما هي. ومع تطور العلم وتطور علم الصيدله وصلنا ان احنا جبنا الماده الفعاله كمان وبقينا نستخدمها في الصوره الدوائيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، سواء اذا كانت اقراص او حقن او شرب. وعلى قد ما ان الدواء مهم جدا، ولكن بتظهر ليه بعض المخاطر، وهو ده اللي حابب اكلمكم عليه في الحلقه دي. وقبل ما اتكلم عن الموضوع خليني احكي لكم على موقف حصل مع حد من زملائي الاطباء. الدكتور كان في عيادته وكانت جايه له امه وابنها، ودي كانت الاستشاره، وكان الطفل بيشتكي من انه عنده مشكله في ودانه. الدكتور طبيعه الحال كتب له شويه ادويه وكتب له البوس. فبيسال الام: ابنك عامل ايه؟ قالت له: والله دكتور بقى كويس، بس للاسف البوس ما كانش بيدخل. فهو ما كانش باصص لها، فبص لها وقال لها: يعني ايه اللي بوس ما كانش بيدخل؟ فشاورت على ودانها وقالت: انا كل ما اجي ادخله في ودانه ما كانش بيخش. حالة من الصمت تابت الدكتور. وعلى قد من الموضوع ممكن يبان كوميدي، ولكن للأسف كوميديا من نوع الكوميديا السوداء، لأن احنا لو تخيلنا ممكن كان بيحصل ايه للطفل لو كان اللبوس دخل في ودانه، الله أعلم. بس الحمد لله ربنا ستر. وهنا يجي التساؤل المهم: هي غلطة الطبيب ولا غلطة الصيدلي اللي ممكن يكون ما شرح لهاش العلاج بيتاخد ازاي؟ ولو هنقول الاتنين غلطانين، هي ما سألتش ليه؟ للأسف احنا بنتعامل مع العلاج باستهتار شديد، وبنتعامل معاه كأنه بونبوني، وماشيين بمبدأ لو ما فادكش فمش هيضرك. طيب يبقى خلاص بلاش دواء وخلينا نستخدم الأعشاب. بلاها سوسو وخد نادي. خد نادي خلاص. على قد ما ان السؤال منطقي، ولكن عشان نجاوبه محتاجين نفهم 3 نقط. اول حاجه ان الجسم اي حاجه بياخدها بتخش على المعده بتكسرها للشكل الاولي وبعد كده تمتصها. يعني ايه؟ لو اخذنا على سبيل المثال اللحمه، هي بتتكون من مواد اساسيه وهي اسمها الامينو اسيدز او الاحماض الامينيه. المعده بتكسرها وتهضمها وتحولها للشكل ويبدا بعد كده المعده تمتصها وتوصلها للدم في صوره الامينو اسيدز او الاحماض الامينيه، ويبدا تركيزها يزيد في الدم، وبعد كده الجسم يستخدمها لأي عضو هو محتاجه. نفس النظام بيحصل مع أي حاجة احنا بناخدها، أعشاب أو دواء أو أي حاجة تاني حاجة ان تركيز المادة الفعالة دي طول ما هو في المنطقة الأمان فما فيش منه خطورة. نقلق بس منه لو وصل لمرحلة الخطورة، يعني عدى مرحلة الأمان أو في مرحلة ما نسميها مرحلة السمية. يعني إيه؟ خلينا أشرح لكم الموضوع بحاجة اسمها التسمم المائي. ودي كانت شاب مات نتيجة شرب المية، بجد مات نتيجة شرب المية، مش حاجة بنأفور فيها. شرب كمية مية كبيرة تقريبا 7 لتر أو أكتر في خلال ساعة. وطبعا تركيز المية في الدم عالي جدا، فالجسم لازم يتخلص منها. وللأسف الجسم ما بيتخلصش من المية بس كده بصورة عادية، ولكن بيطلع معاها بعض الأملاح المهمة زي أملاح الصوديوم. ولأن ملح الصوديوم مهم جدا للجسم ومهم جدا لأن عضلة القلب تشتغل وحاجات تانية، فللأسف تركيزها قل جدا والشاب توفى. وهنا نيجي لثالث حاجة، وهي فعلا إجابة السؤال: طيب الأعشاب أمان لأن هي بتتميز بأن تركيز المادة الفعالة اللي فيها ما يكونش عالي، وده في أغلب الأعشاب. وعشان نوصل لمنطقة الخطورة لازم نشرب كمية كبيرة جدا من الأعشاب في وقت قصير عشان خاطر التركيز ده يزيد في الدم ويوصل لمنطقة الخطورة. وطبعا ما بيحصلش وتقريبا مش منطقي في أغلب الأعشاب. طيب يبقى احنا كده جاوبنا على السؤال وقلنا ناخد الأعشاب، بس احنا قلنا من شوية ان تركيز المادة الفعالة فيه مش عالي. ولو هنقول انه عالي هيجي السؤال المهم: وانت شايف ان انت فكرة ان احنا نستخدم الاعشاب في صورة ان احنا نغليها او في صورة ان احنا مثلا كل شوية ناكلها ده حاجة عملية؟ للأسف لا طبعا. انت محتاج انك تاخد حاجة بسيطة وسهلة مع تطور الحياة اللي احنا فيه، وانك فكرة انك تشيل اعشاب وكل شوية تشربها او تاكلها حاجة مش منطقية. وهنا جاء دور الدواء، ان استخلصنا المادة الفعالة اللي موجودة في الاعشاب وحطيناها في صورة اقراص. بس للأسف بما ان احنا في دنيا مش في الجنة، صحيح احنا اخدنا من الموضوع ان احنا اخدنا التركيز في صورة صغيرة، ولكن اصبحت منطقة الامان صغيرة هي كمان. يعني ايه؟ يعني اي جرعة غلط انت ممكن تاخدها للأسف بسرعة جدا ممكن تخش في منطقة الخطورة أو منطقة السمية. عشان كده كل مادة فعالة ليها تركيز معين وجرعة معينة بتتاخد في وقت معين، مثلا كل 8 ساعات أو كل 12 ساعة حسب
حسب كل مادة فعالة واللي بيختلف من مادة للتانية. طيب ممكن يجي لقبلنا سؤال، هو احنا ما ينفعش ناخد الأقراص كلها مرة واحدة ونخلص؟ وما أنا كنت بقول إيه من شوية، الدواء ده هتديله منه 3 مرات في اليوم لمدة أسبوع. يعني طول الأسبوع اللي جاي ده حضرتك هتمسكيه وتقعديه على حجرك كده وتديله معلقتين الصبح وبعد الغداء وبعد العشاء، مفهوم؟ ما انا اديله ال6 معالق مره واحده واخلص. يا ستي ما ينفعش، الدواء لازم يتاخد 3 مرات. ما انا كده مش هفتكر. هشرب شوية مية وارجع لكم تكونوا عملتوا سبسكرايب للقناة ولايك للحلقة. عملتم؟ يلا بينا. ومن ضمن المعلومات المغلوطة عن الدواء هو ان احنا مثلا لو لا قدر الله حد عنده صداع او وجع في الجسم، فطبيعي ان هو ياخد حاجة تخفف عنه الوجع، بس تعدي 10 دقايق او 5 دقايق ويقول الوجع ما راحش وبيكون مستعجل جدا على النتيجة، ودوت طبيعي جدا غير منطقي، لان هو كمان عايز ياخد قرص تاني. جو احمد حلمي في العلاج دوت ما بيحصلش. لو معاكي قرص منوم بقى لحسن انا بجد ما بيجيليش نوم بالليل خالص. ايوه يلا تصبح. طيب ليه الدواء بياخد وقت؟ لان الجسم زي ما احنا قلنا من شويه، اي حاجه بتخش المعده بيكسرها ويحولها للصوره الاوليه، وبيبدا الجسم يمتص الماده الفعاله اللي موجوده واحده واحده، مش كل مره واحده، ويبدا تركيز الماده الفعاله تزيد في الدم لحد ما يوصل للتركيز اللي يديك بيه النتيجه. العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ تقريبا من ساعه ونص لساعتين، وبتختلف من ماده للتانيه. لو لا قدر الله انت حسيت انك تعبان واخدت برشام، فاصبر شويه لحد ما المفعول بتاع البرشام او الدواء الشرب اللي هتاخده يشتغل. اخيرا افتكر ان جسمك دوت امانه وانك لازم تحافظ عليه، ولو لا قدر الله حصل وانك تعبت فلازم تروح للطبيب المختص وتاخد العلاج بالطريقه الصحيحه اللي بيقولك عليها الصيدلي. وعلى قد ما ان العلاج مهم جدا وشريك اساسي في رحله الشفاء من المرض، ولكن استخدامك الخاطئ له للاسف ممكن يحوله الى سم قاتل، فياريت تستخدم العلاج صح عشان تستمتع بصحتك. ولو انت كملت الفيديو للاخر فده معناه انك مهتم بصحتك وعايز تعرف اكتر عنها، فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.